وتوجيه من مكتب المنتوجات النفطية في ديالى، تقوم المحطات والمراكز الخاصة بتوزيع منتوج النفط الأبيض على المواطنين بنظام البطاقة التموينية وفي عموم مناطق المحافظة ضمن الوجبة الثالثة. ومن هذه المحطات محطة تعبئة وقود بعقوبة القديمة. الزميل مصطفى حميد أعد لنا التقرير التالي. محطة تعبئة وقود بعقوبة القديمة كان لها الدور الإيجابي في توزيع مادة النفط الأبيض، حيث أسهمت في التخفيف من أزمة النفط التي كانت تشكل عبئا ثقيلا على المواطن خصوصا في فصل الشتاء، بينما كان التوزيع معتمدا على نظام البطاقة التموينية ولجميع المواطنين في عموم مناطق المحافظة. والله آلية التوزيع عندنا هنا بالمحطة إن شاء الله حسب نظام البطاقة التموينية. حصة البطاقة الواحدة 110 لتر، نظام الوكالة المواد الغذائية. وصحيح زخم موجود بالمحطة بس ماشي إن شاء الله بخير ونظام وماكو أي مشكلة، ومتعاونين كنا بالمحطة إن شاء الله على تقديم الخدمات للمواطنين. والله ماكو مشاكل إن شاء الله. الأخ المنتسبين الشرطة هنا منظمين السير حسب الأصول، ومن الشباك نقطع سير للنساء وسير للرجال، ماكو أي مشكلة إن شاء الله. توزيع الوجبة الثالثة ما زال مستمرا وضمن حصة مقدارها 110 لترات، ألا إن الزخم الكبير من المواطنين هو السمة الأبرز من خلال عملية التوزيع، ولم يكن عائقا للوصول إلى النفط الأبيض في ظل الأجواء الباردة التي يمر بها العراق، ولأن هذه الزخامات باتت رفيق العراقيين أينما كانوا وأينما حلوا، وهي اليوم حالة طبيعية. نفط كل زين اكو، ما مقصرون ويانا البانزخانه، بس يالي يجي شوي الواسطات ونفط اكو شويه السرة يوقف موحد، ماكو خربطه وهاي كل شيء ماشي. موجود نفط، موجود نفط، بس تسهيل امر شويه تصير خربطه بالسراوات وهي. سرى ماكو هوسه، سرى بد ماكو احترام، يجي من هناك هسه يجي حتى المواطن نفسه قال انا هاي خاطركم شفتكم واستحيت من عندكم، انا النفط انا بالبيت يجيني، بس احترمتكم وجيت على الشباك، هسه اخذ النفط موجود، نفط موجود والاداره ما مقصرين، بس واسطات دا يجون وسرى خربطه، لو مو سرى نظام كان لسه كلها ماخذه، بس خربطه ما دا يقدرون يسيطرون. الى هالساعه على الهوسه هذه وما واحد يلزم السرى بالحق. زين؟ الحق ماكو، كله دليل على الشبابيك، فاللي وش هذه؟ يابا الزموا السرى، اخوان الزموا السرى، زين؟ ما حد يلتزم. دا تشوف؟ والنفط اكو، والمدير دا يقص رجال وايد واحده مو 18 ايد. زين؟ بس ما يصير هيك هذا. زين؟ احنا لازم نكون نظاميين. نقول يا اخوان يا اعزاء الزم سرى وتاخذون النفط، واذا انتم اي واحد ما اخذ النفط انا الحصه مالتي. عربات ومركبات عديدة وأبرزها الستوتة التي هي اليوم تأخذ دورا أساسيا في حياة المواطن وعملية التنقل، ولكن ما سجلناه إن العام الحالي يعد الأفضل من حيث تجهيز المواطنين بمادة النفط، أملا بأن يسجل العام المقبل نهاية أزمة رافقت العراقيين وأرهقتهم على مدى السنوات الماضية. مصطفى حميد لفضائية ديالى، بعقوبة. عبر أهالي منطقة بوهروز عن استيائهم نتيجة الانقطاع